اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. النهاردة مع بعض هنعمل طبعا زي ما قلت لكم المعجنات. النهاردة هنعمل حاجة جديدة، هنعمل كرواسون بتاع المخابز بطريقة جميلة جدا جدا، ان شاء الله هتعجبكم، هتغنيكم ان انتوا تشتروه من بره. طبعا انا عملته بالشوكولاتة، ممكن انت تعمليه بالجبنة او تعمليه باي طعم انت حابة ان انت تعمليه. جبت طبق وجبت بقى كوباية مية دافية علشان ابدأ بقى اعمل الكرواسون بتاعي الجميل، ان شاء الله هيعجبكم. بس امشوا على خطواتي، انا ما بضيعش اي حاجة. كل حاجة بتبقى قدام الكاميرا، انا حتى لو قطعت حاجات بتبقى حاجات مش مفيدة، هتطول عليكم، فهي دي اللي انا بقطعها، لكن غير كده ما, ب... ما بقطعش اي حاجة مفيدة خالص. جبت كوباية المية الدافية، حطيت عليها معلقة خميرة ومعلقتين سكر. السكر طبعا كان ناعم علشان اقلبه بسرعة. بدل ما اجيب خشن وافضل اقلب فيه علشان يدوب في الخميرة والمية، جبت سكر ناعم وبدأت ان انا اقلبه بسرعة، فتقلب معايا بسرعة في الخميرة وفي المية. وبدأت بقى جبت كوبايتين دقيق. يعني انا جبت كوباية مية دافية على معلقة الخميرة على معلقتين السكر، جبت بقى بعدها كوبايتين دقيق علشان اعمل الكرواسون الجميل ان شاء الله اللي هيعجبكم. بدأت ان انا انخله حلو اهو. طبعا انا بحب انخل الدقيق كويس جدا علشان اي شوائب في الدقيق او كده يبقى انا ضمنت ان مفيش اي حاجة وحشة في العجينة، وتبقى العجينة بتاعتي كويسة وما تبص من اقل حاجة. وهبدأ بقى ان انا ابدأ اعمل لكم المعجنات بتاعتكم بتاعت الشتاء زي ما احنا اتفقنا. النهاردة اهو بادئين بالكرواسون. هبدأ خلاص اقلب المية والخميرة والدقيق مع بعض، اقلبه في المية بالاسباتولا علشان التلزيق بتاع المية والعجين وكده، لغاية ما بيبدأ يتماسك. وبعد كده بقى ببدأ ان انا اقلبه بايدي. جاي ابني علشان يعمل معايا، قلت له لا يا حبيبي خليك بعيد يا بابا، انا هعمل لك الكرواسون بتاعك الجميل اللي انت نفسك فيه. وبدأت ان انا بقى خلاص، هي المية والدقيق اتعاملوا مع بعض، خلاص قلبتهم تقلبتين تلاتة كده لغاية ما خليتهم عجنتهم في بعض كده ورحت بقى خلاص العجينة كلها اهي ما شاء الله خطيرة. طبعا بتبقى فيها تلزيقة بسيطة، فانا خلاص كده عملتها وعجنتها، سبتها بقى شوية. طبعا كل مكان في عنده نسبة البرودة اعلى من التاني اقل، طبعا ما اقدرش اقول الدرجة، لكن لازم تكون الخميرة بتاعتك العجينة بتاعتك خمرت كويس جدا. يعني ما ينفعش ان انت تعملي اي حاجة ويكون العجينة بتاعتك الخمر بتاعها مش كويس، مش هتطلع، مش هتدي النتيجة الحلوة اللي انت عايزاها. فانا طبعا سبتها غطيتها وسبتها لغايه ما خمرت كويس جدا. وبصوا هي بتلزق ازاي، فانا حطيت شويه دقيق على الرخامه وعلشان ما تلزقش مني وتبهدل الدنيا. وبدات ان انا اقطعها اتنين علشان اقدر اتحكم فيها، لان هي العجينه هترمي معايا كميه كبيره، فانا ما ينفعش ان انا اعملها كلها مره واحده. هترمي معايا كتير على الرخامة وهتبهوأ معايا، فانا حباها كده قطعتها لاتنين، انا ممكن كنت قطعتها لتلاتة كمان. بس انا عايزة اعمل الكرواسون كبير شوية. طبعا انتي اللي بتتحكمي في حجم الكرواسون بتاعك، يعني عايزاه يكون كبير عايزاه يكون صغير، انتي اللي بتتحكمي في الحجم، وهقولك بتتحكمي فيه ازاي. انا هو بدأت افرد العجينة، حطيت شوية دقيق صغننين من فوق، وطبعا في دقيق من تحت علشان ما تلزقش معايا. وفردت العجينة كويس جدا، وهبدأ اظبط الكاميرا عشان اعملها قدامكم كويس، وعلشان تطلع وتشوفوا النتيجة بتاعتي الحلوة ان شاء الله اللي طلعت. كانت لذيذة وكان خطير جدا جدا وعجب اولادي وكان رهيب. فانا قلت لازم ان انا اعمله قدامكم علشان انتوا تعملوه بنفس الطريقة. جبت بقى السكينة، وبعد ما فردته، طبعا فردته مش زي الرقاق، لا، فردته آه اقل شوية في سمكه من رغيف العيش، يعني مش زي الرقاق ولا زي الفطير، لا خليته اتخن شوية سميك شوية عنه. وبدأت ان انا اقطعها اربع تربع.
قطعت الدايرة اللي انا فرداها 4/4، وكل ربع قطعته على 3 قطع. كل ربع اهوت قطعته على 3 قطع. طبعا انت ممكن تعمليها على 4 وعلى 5 كمان، على حسب الحجم اللي انت عايزاه. وممكن تعمليها على 2، يعني انت اللي بتتحكمي في القطعة بتاعتك. وبعد ما قطعته بقى هبدأ بقى ايه اجيب الحشو بتاعي. طبعا انا جبت شوكولاتة علشان انا حابة ان انا اعمله بالشوكولاتة. الشوكولاتة دي كفت الكمية اللي انا فرداها دلوقتي، لكن بعد ما فردتها جبت شوكولاتة تاني وعملت الكمية اللي موجودة في الطبق، علشان دي ما كفتش الكمية اللي في الطبق واللي موجودة عندي. اللي انا فرداها دي يا دوبك كانت على قد اللي انا فرداها. قطعت الشوكولاتة كده قطع علشان انا اعملها الحشو. طبعا انتي لو عندك نوتيلا ممكن تحشيها بالنوتيلا، عندك شوكولاتة سايحة ممكن تعمليها، عندك صوص شوكولاتة ممكن برضو تحشيها تعملوها حشو، عندك جبنة. طبعا الحشو ده انتي اللي بتتحكمي فيه، وانتي اللي على حسب ما بتحبي تعملي الحشو بتاعك بتتحكمي فيه. بدأت بقى اجيب الشوكولاتة اهيت، وهبدأ ان انا الف الكرواسون بتاعي بالطريقه الجميله اللي انتوا شايفينها دي. طبعا عشان انا حاطه دقيق، فعلشان ما تفكش مني دوست على الكرواسون كده في اخر حاجه علشان يلزق في بعضه. هوريكم ازاي برضو وانا بعمله اهو. بصي، بتيجي عند الطرف وتروحي لازقاه كويس جدا علشان ما يفكش منك اهو. لان بصوا الطريقه ديت الكرواسون دوت هيطلع يعني الواحده بصي صغيره قدامك، لا هي اما انا هاجي اعملها بطريقتي هتلاقيها كبرت قدامك، بقت ادت حجم اكبر، لان احنا عاملين خميره ومسيبناها تخمر براحتها، فهي هتدي معاكي كميه وحجم اكبر بكتير عن ما احنا هنطلعها. وبدات ان انا بقى ايه خلاص انفض الدقيق. طبعا انا فردتها، نفضي الدقيق على قد ما تقدري علشان تلزق معاكي. بدأت ألزق الطرف اهو كويس جدا، وبدأت بقى عملت كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة دي. اللي حابة تعمله بالجبنة الرومي تعمله، اللي حابة تعمله بالجبنة العادية تعمله. بصي الطعم انت اللي بتتحكمي فيه، مش هو يعني انت. انا خلاص هي كده مجرد ان انت العجينة انا هوريكي تعمليها ازاي، لكن الطعم انت اللي بتتحكمي فيه وهتعمليها بالطريقة اللي انت حباها. هي الطريقة بس اللي انا مبيناها قدام وبدأت ان الكاميرا. انا الف الكمية كلها بنفس الطريقة. طبعا انا قدام الكاميرا هلف قدامكم اللي انا فردتها دي كلها، لكن الباقي انا هعمله بقى من ورا الكاميرا، لان انا هكون الناحية التانية بكمل بقية طريقتي. طبعا دوت عجينة اتقطع مني وانا بقطعها بالسكينة حاجات رفيعة. بصوا انا بروح دايسة عليها كويس جدا علشان ما تفكش مني وفي السوا. ولفيت كل الدايرة اللي انا عملتها بنفس الطريقة. بصوا انتي ممكن تتحكمي في الحجم، ممكن تصغري الحجم عن كده، وممكن تزودي الحجم تكبريه عن كده. نفضي دقيق كويس واضغطي عليها عشان ما تفكش منك وانتي بتسوي في السوا معاكي. كده خلاص خلصت الدايرة اللي انا فردتها وقطعتها في الكرواسون. وهبدأ ان انا اجيب بقى بقية اللي في الطبق علشان اعمله. دي طبعا كوبايتين دقيق عملت معايا كمية جميلة جدا. هتكبر الكمية دي، هتكبر اكتر واكتر معايا. بصوا حطيت طاسة فيها زيت على النار، سخنت الزيت جدا 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 علشان ما يشربش مني زيت. وبدأت ان انا انزل بقى بالكرواسون بتاعي في الطاسة علشان والزيت مقدوح جدا جدا علشان بقى اسويه. بصوا الحجم بتاعه بيتضاعف ازاي، الحجم بيكبر. عايزه اقولك تابعيه كويس جدا وانتي بتعمليه على النار، علشان انا بصي هو لونه غمق شويه علشان انا كنت الناحيه التانية. ما بين ما بعمل الناحيه التانية بقيه الكرواسون فاحمرت مني اللي في النص ديت. فانتي تابعيه، حاولي ان انتي تخلصي كله، وبعد كده ابدأي اعمليه على النار علشان ما يحرقش منك. فعلشان تبقي متابعيه يعني. بدأت ان انا بصي اقلبيها كل ما تلاقيها اصفرت كده بدأت ما شاء الله تستوي. ابدأي قلبيها، هي مش تاخد معاكي وقت خالص. هتعملي كمية جميلة جدا بحاجات قليلة جدا، وطعم جميل وخطير جدا 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 ان شاء الله هيعجبك. طبعا انا الناحية التانية بكمل الباقي وبعدين برجع تاني اقلب الكرواسون اللي على النار.
ما اخدش وقت معايا ما شاء الله، وكان خطير، وكبرت الكرواسون حجمه تضاعف معايا، وطعمه كان جميل. اهو بصوا ما شاء الله خطير جدا. بدأت ان انا خلاص كده بدأ يعتبر يستوي. اول كمية انا عملتها خلاص تعتبر استوت. بدأت ان انا اطلعها من النار علشان أبدأ اعمل الكمية التانية. تابعيه بسرعة علشان هو ما بياخدش وقت معاكي، عشان ما يتحرقش معاكي ويبقى مش كويس وتضيعي تعبك، لان هو اصلا ما بياخدش وقت خالص على النار. بقول يا ريت لأول مرة يشوف قناتي وتعجبه أكلاتي ما ينسانيش بالاشتراكات واللايكات ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. أنا بشكركم جدا جدا على كومنتاتكم الجميلة، بشكركم جدا 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 على اللايكات الحلوة اللي انتوا بتدوهاني. واوعوا تنسوني باللايكات، عايزة لايكات كتير 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 عشان القناة تكبر معاكم ونفضل مع بعض ان شاء الله. وكل ما اعمل حاجة تعجبني ان شاء الله انزلها على القناة علشان نبقى مع بعض. معلش انا اتاخرت الفتره اللي فاتت، طبعا بتبقى ظروف غصب عني والله هي اللي بتبعدني عنكم، بس لكن ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله مش هنتاخر وهنكون مع بعض. بصوا الكميه ما شاء الله رمت قد ايه. يعني دي الكميه اللي احنا كنا حاطينها، دي بس اول حاجه احنا عملناها. بصوا ما شاء الله رمت كميه خطيره. خلاص عملت الناحية الباقي، وهبدأ ان انا احطه على النار واعمله زي ما انا عملت حمرت التاني. يعني انا حمرت الاولاني اهوت وبدأت ان انا خلصت. بصوا بصوا ما شاء الله كمية قد ايه خطيرة جدا، وكانت جميلة ولذيذة جدا اهي. بصوا ما شاء الله، بصوا الشوكولاتة دايبة ازاي، بصوا والله زي اللي انتوا بتشتروه، طعم احلى واطعم وجميل جدا. بس اهم حاجه الخمر بتاعه والتوريقه بتاعته كانت خطيره. اهم حاجه الخمر بتاعه، ما تضيعوش الحاجه. الاكلات بتاعتكم بتضيعوا لو الخمر بتاعها مش مظبوط، هو ده اللي بيبوظ الاكلات. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش باللايكات والاشتراكات. يا رب اكون عند حسن ظنكم. ويا رب نكبر مع بعض ونكون مع بعض على طول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.